اهلا وسهلا. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معكم مسمنه كبيره في الفران. كتجي لذيذه بزاف، كتجي مقرمله. ما كتحتاجيش الورقه بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الورقه ولا ما كي يعني بعيده عليهم ولا. فراه كتخدموا غير بالعجينه ديال المسمن، كتجي زوينه بزاف. والحشوه راه كتجي لذيذه. بالنسبه للطريقه والمقادير، كنحتاجو في العجينه 500 غرام ديال الدقيق الابيض. كنزيدو عليه الملحه، القياس ديال الملحه معلقه صغيره. كنزيدو 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره ديال العسل، وكنزيدو واحد المعلقه صغيره ديال سنيده. صافي كنجمعوا المكونات بالماء دافي، كنعجنوها حتى كنتحصلوا على عجينه ديال المسمن اللي كتكون ما تكونش قاصحه وما تكونش تاني كتلصق في اليد، يعني كتكون رطبه. صافي كندلكوها شويه ومن بعد كنحتفظوا بها، كنجمعوها وكنحتفظوا بها في بلاستيك غذائي. الدور ديال البلاستيك هو كيخلي العجينه كتطلق مزيان وكترتاح وكتعطينا الطوع، يعني كتكون بحال مشاها بعاد ليك كنتي راه دلكتيها غير شويه. صافي كما كتشوفوا انا غير جمعت العجينه، تتاكدت منها يعني راه ما مدلوكاش، وكنحتفظ بها. بالنسبه للحشوه كندير 2 بصلات كبار مشلضين، كندير 2 فلفلات خضرين، فلفله حمراء كلهم مشلضين يعني مقطعين مكعبات صغار. وكنزيد 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج اولا ديال لادانت، حتى هو كيكون مقطع طريفات صغار. كنزيد عليه زيت البلديه، زيت الروميه يعني، والملحه. كنزيد العطريه اللي هي الثومه بودر. العطريه ما كنديرهاش دابا، عفوا كندير كيتشحروا عاد من بعد كنزيد العطريه. هنا كتكون العجينه يعني ارتاحت. كنقسمها لربعه ديال الكرات، كل كره يعني قد بعضياتهم. يعني ما غاديش ندير مسمنه في وسط، يعني مسمنات صغار. كندير غير جوج، يعني كل طبقه فيها 2 مسمنات فقط. نتوما غتشوفوا الطريقه وراه كتجي مورقه، يعني ما كتجيش معجنه ولا، يعني كتجي مورقه. صافي كنخليهم يرتاحوا. من بعد كندوز كنكمل الحشوه. كناخذ نص زلافه ديال الزيتون، يعني كميه قليله ديال الزيتون. كنزيد عليه واحد الحامضه مصيره، كنطحنهم. من بعد كنزيد عليه الربيع. في هاد اللقطه الا بغيتو تزيدوا الثومه، يعني الا ما بغيتوش تستعملوا الثومه غبره كتزيدوا الثومه كطحنوها معاه. صافي كنطحنهم وكنزيدهم على الخليط ديال البصله والفلفله والصدر ديال الدجاج. صافي كنبدا كنزيد في العطريه اللي هي معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه صغيره ديال البزار، ورقه ديال سيدنا موسى، ومعلقه صغيره ديال القزبور حبوب. هذه هي العطريه اللي كنزيد، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير. صافي وكنزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. كنخلطهم كنردهم عاوتاني كيتشحروا مزيان فوق البوطه. وكنضيف ليها من بعد ما كيتشحروا كنضيف ليهم 250 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي ديجا رطبناها في الماء. صافي واخر حاجه كنزيدها هي معلقه كبيره ديال العطريه ديال بسطيله الحوت. هذه كتكون اختياريه، يعني الا بغيتو تضيفوها، الا ما بغيتوش بلاش. صراحه كتجي الحشوه كتجي لذيذه بزاف، كتجي بنينه، كتجي معلكه، كتجي غزاله. صافي كنحتفظوا بها على جنب باش كتبرد، وندوزو نوجدوا الخلطه اللي غادي نمرقوا بها المسمن. كندير فيها 3 المعالق كبار ديال النشا، كندير معاها 8 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، وكنديروا 4 المعالق ديال الزيت. يعني هادشي اللي كنحتاجو في الخلطه ديال الطريق. وكندير معاها معلقه صغيره ديال الهريسه. الزبده تقدروا ديروا المارغرين او الزبده حيوانيه، يعني اللي بغيتو. صافي كنخلطها مزيان وكنحتفظ بها على جنب باش نبدا نورق المسمنات ديالنا. كناخذ الكره الاولى ديال العجينه ديال المسمن، كنقرصها. كتكون رقيقه، كتكون يعني رقيقه بزاف، يعني حتى كيبان لينا سطح العمل كما كنورقو مسمن العادي. من بعد كندهنها بمعلقه من الخليط ديال شويه د الخليط ديال التوريق، 2 معالق هكاك ولا 3. المهم كندهنها به مزيان، كندهنها كامله. وكنشكل كنقطع 2 اشرطه من الجنب و2 اشرطه من الجنب الاخر. يعني الطريقه ديال المسمن اللي كنديرو ديال العمار هي اللي كنديرو في هاد المسمنات هادو باش كيجينا مورق كما كتشوفوا. المهم راه الفيديو شرح راسو. صافي كنبقاو هكا حتى
كما كتشوفوا. كنتحصلوا على مسمنه اللي كتكون كلها مورقه. كنعاودوا نفس الطريقه بالنسبه للمسمنه الثانيه حتى هي كذلك، وكنوضعوا في وسط منها المسمنه الاولى اللي ورقنا. بهكا كنتحصلوا على مسمنه كبيره اللي كتكون متكونه من جوج مسمنات. ونفس الطريقه كنديرها لجوج كرات اللي بقاو، يعني كتكون عندنا مسمنه كبيره اللي غادي نفرشوها في اللاطو، ومسمنه كبيره اللي غادي نغطيو بها العماره ديالنا. صافي كنستمر على هذا الشكل كما كتشوفوا. بهذه الطريقه كيجي مسمن، كيجي مورق، كيجي محلول، ما كيجيش معجن، ما كيجيش صراحه، كتجي زوينه وكتجي مقرمله. ملي كنكملوا كنتحصلوا على جوج مسمنات كنخليوهم ضروري كنخليوهم يرتاحوا. لا بدا نخليوهم يرتاحوا باش ملي نقرصوهم يعطونا الطعم، ما يبقاوش كيتقطعوا اولا يعني كتبقى كتديفورما. ضروري نخليوهم يرتاحوا. صافي من بعد كناخذوا المسمنه الاولى كنبسطها، كنحاول نبسطها على شكل دائري. يعني نتوما الا بغيتو تستعملوها هكذاك مربع راه كتقرصوها مربع، بغيتو تستعملوها دائري حتى هي كتقرص معكم. راه كما كتشوفوا سمناها في الاول مربعه، ومن بعد كنشكلوها كيف ما بغينا. صافي كنحاول نقرصها مزيان كتكون رقيقه. كناخذ اللاطه اللي غادي ندير فيها المسمنه، يعني كنشوف الحجم ديالها واش قرصت المسمنه على قيسها، يعني كنقرص المسمنه على قيس ديال الطاوله اللي غادي نخدم بها. صافي وكناخذ الطاوله اللي كتكون حتى هي مدهونه بالزيت، وكنوضع فيها العجينه الاولى، كنوضع فيها المسمنه الاولى اللي قرصنا. كما كتشوفوا كنحاول نتاكد بلي راها يعني مقاده في اللاطه، وكنطلع شويه في الجنيبات. صافي من بعد كناخذ العماره ديالنا كنوضعها فوق المسمنه، كنوزعها بالتساوي. كنحيد دوك الوريقات ديال سيدنا موسى، يعني ورق الغار. صافي كنحيدهم كنوزع الحشوه كامله باش كتجي المسمنه كامله فيها الحشوه موزعه، ما كتجيش بلاصه قليله وبلاصه عامره. صافي وكناخذ العجينه الثانيه حتى هي كنقرصها بنفس الشكل، كتكون كبيره شويه على اللاطه باش كنلمطوا بها بحال الشكل ديال البسطيله، باش كندخلوا دوك الزوائد كندخلوهم لتحت باش ما تخرجش لينا العماره. صافي كما كتشوفوا كنلمطوها مزيان، ومن بعد كندهنوها كناخذ بيضه اللي كنخلطها وكندير معاها واحد شويه ديال الخل. صافي وكندهن بها الوجه ديالها. في هذا الاثناء كنكون مسخنه الفران، كنكون شاعله ليه الفوق والتحت. الا كان الفران ديال الضو كنشعلوا ليه على 200 درجه، يعني كيكون سخون. صافي وكندخلو حتى كنخلو غير لتحت شاعل حتى كتبان لنا كتنفخ، عاد كنشعلو الفوق باش تحمر. الا كان الفران ديال الغاز حتى هو كنشعلو غير لتحت حتى كنخلوه حتى كيكون سخون. ضروري ندخلوها والفران سخون. صافي حتى كنحسوا بها طابت، عاد كنشعلو الفوق تحمر. هنا غير درت لها واحد الشكل بالموس باش ما تبقاش هكاك. درت اشريطه ودرت واحد التقيبه في الوسط ضروري باش ما تنفخش لينا مسمنه. صافي وكندخلوها الفران كما قلت لكم اللي كيكون شاعل مسبقا حتى كطيب. ملي كطيب كنزولوها وكيكون هذا هو الشكل ديالها. كتجي صراحه مقرمله، كتجي مقرمله، كتجي هشيشه، كتجي مورقه. بالنسبه للناس اللي ما كيطوفروش على الورقه ديال البصيله فراها كتجي زوينه بزاف. والعماره حتى هي كتجي لذيذه، كتجي بنينه الصراحه، كتجي فيها النسمه ديال الحوت، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه وبقيتوا معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساونيش من لي جيم واللي مازال ما مشترك في القناه يشترك. ومرحبا بكم.